طيب أبو محمد، حتى نفهم الصورة بشكل متكامل، يعني هل أنت يعني تلخص الأزمة الرياضية في البلد بأنها صراع بين طرفين؟ هل هي مشكلة بين طرفين يتحمل نتيجتها الشباب الكويتي والشعب الكويتي؟ طبعا، ولكن يجب تحديد هذا الصراع. البعض يقول صراع بين شيخ وتاجر، الكلام مو صحيح. يعني صراع قد يكون من بعض الشيوخ، مع كل احترام وتقدير لجميعهم، اتكلم صراع بين شيوخ وكل واحد عنده ادوات وناس محسوبين عليه. ما شفته انا صراع بين تاجر وشيخ اطلاقا. لا يمكن تاجر يقبل على نفسه يكون مرتزق واداة بيد شيخ ويتحكم فيه. فبالتالي ما هو صراع بين تاجر وشيخ، صراع بين جزء بسيط جدا من الشيوخ على موضوع الرياضة، لأنه هو مرفق حيوي. أظل وأقول في الكثير من الشرفاء سواء من الشيوخ ومواطنين لا يقبلون بهذا الشيء، لكن الصراع واضح، خاصة في العقد الأخير خلال 10 سنوات. هل الكرة الكويتية ارتقت؟ هل الرياضة الكويتية تعدلت؟ في كل النتائج. شوف، يعني يمكن الرياضات الفردية نعم لأنه مجهود فردي، ولكن الجماعية اليوم دمروها، ولا يتحملون لا اللاعبين ولا المواطنين هذا الشيء. يعني صار في عجز وتقليص ميزانية الاتحاد يدش في مشاكل مع الهيئة تدش مشاكل مع الاتحاد، المجلس شبه صوري، الحكومة شايلة ايدها، فبالتالي اكيد بيصير هالشيء، اكيد هذا بديهي. فتقول لي صراع، نعم صراع، ولكن هذا صراع مو بين شيخ وتاجر. التاجر لا يقبل أن يكون مرتزق وأداة عند شيخ. أخي رياض، الآن الرياضة الكويتية أحد الإخفاقات أو المشاكل التي تعانيها البلاد خلال يعني السنوات الماضية، التي انتهت الآن إلى تعليق النشاط الرياضي. الآن الشباب الكويتي لا يستطيع المشاركة في البطولات حتى الإقليمية ربما. يعني برأيك بشكل عام، من هو المتسبب في هذه الأزمة بشكل مباشر؟ متسبب بشكل مباشر هو رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي اللي هو أحمد الفهد، وأيضا رئيس اللجنة الأولمبية المحلية طلال فهد. يمكن تقول لي شلون؟ أرسلوا كتب إلى طبعا الجهات المعنية أن اللجنة الأولمبية أو المجلس الأولمبي الدولي زين، وقالوا لهم أن القوانين المحلية تتعارض. هذا الكلام غير صحيح. الكويت يعني دخلت كأس آسيا أنا بذكر لك بالقريب، يعني ما نراجع لك كأس العالم 82 وخذينا كأس آسيا في سنة 80. بذكر لك في سنة 2011 دشينا كأس آسيا، 2015 دشينا كأس آسيا. لكن الإخفاقات اللي قاعد نشوفها في الكرة كان يفترض في التزام أدبي وتقديم الاستقالة من رئيس الاتحاد. أن إخفاقات الكرة شنو اللي حققناه من نتائج اللي يشرف الكرة الكويتية نفس ما كانت قبل احنا مو بس نستضيف البطولات، ننافس. قبل الحين احنا نتمنى ان نشارك، هذا الفرق. اما دزوا كتاب ان القوانين تتعارض، والقوانين ما تتعارض. والكتاب الاول اتى من الجهات المعنيه ان هناك ملاحظات، يعني مو تعارض قوانين نفس ما ادعوا. فبعدها اللي صار ان توقيف الرياضه بحجه ان القوانين تتعارض. تروح للناحيه الاخرى، منو عندك المجلس الحكومة. لو كان في تحرك حكومي جاد، البعض يقول لك ان اذا تحركنا معناته تدخل. انا بقيس على الارجنتين دشت كوبا امريكا، صح انه بطولة مو رسمية لان مر عليها 100 سنة اللي هي 2016، وكانوا في نية ان يوقفون الارجنتين، وذكروا ان احنا وقفنا الاتحاد وعينا مراقبين بالاتحاد الارجنتيني لان في حكم قضائي، وفرضوا الحكومة الأرجنتينية كلامهم على المؤسسات الدولية. كان شاركت الأرجنتين وصعدت النهائي. يمكن البعض يقول والله منتخب الأرجنتين إنه منتخب يعتبر نجوم ومن الصعب توقفه، بمشي هالعذر مع أن هالعذر مو مقبول. قيسها في الدول العربية الشقيقة، كثير منهم تم حل الاتحاد وشاركوا، وبعضهم يعني صار بيمروا بأسوأ من المراحل اللي مروا فيها بالكويت، بس لأن في شكوى من الكويت والحكومة ما تصرفت بالشكل الصحيح، انزين، فتم تعطيل الكرة الكويتية يعني، والرياضة بتصير بشكل عام الحين. فتروح اللي عندك مجلس الأمة البعض يبي يتكسب من القضية هذه، صار له سنوات ويتكلم، عقد 10 سنوات.
البعض اللي قال لك اتحاد مو شرعي، بعدين رغما عنه قال الاتحاد شرعي، على حسب المصلحة وعلى حسب الأمور والمعطيات يتغير ويتلون. طيب أبو محمد، الآن بعد إقرار مجلس الأمة لنظام الصوت الواحد في الأندية، هل برأيك هذا سيكون يعني مخرجا للأزمة التي تعانيها الكويت إذا تغيرت تركيبة الأندية وبالتالي كذلك الاتحاد؟ وكان في كتاب من الفيفا واضح إنه قالوا إن حتى لو يتم تغيير القانون ما راح نشيل الإيقاف ولا راح يرفع، لكن الصوت الواحد خلنا احنا نحلله بالكامل. البعض عنده النية الصادقة وقدم هذا القانون انه يطمح للافضل، وهذا رايه، معناه انا ضد الامر، انا ضد الصوت الواحد سواء في مجلس الامه او الجمعيات التعاونيه او في الرياضه. يمكن تقول ليش خذ الانتخابات صوت الواحد؟ لانه خلاص حصل من المحكمه الدستوريه، فصار امر واقع لا يتعدل الا من خلال المجلس. فبعضهم عنده يحترم رايه وبعضهم لا، يبي الازمه تستمر. والبعض شو يفكر الحين؟ حاول انه يسيطر على المناصب، على المناقصات. فقضية الرياضة وتحديدا الشباب يشكل أكثر من 60% من إجمالي المجتمع، ما قدر يدشها ولا قدر يقتحمها. مع الطرف الثاني ما أقول عنه زين، هم الطرف الثاني يتحمل، لكن أيضا الطرف الآخر اللي بيعدل همه قاعد يساهم في تعزيز المشكلة. فيبي يدش مناقصة بعضهم المشبوهة، يبي يسيطر على المناصب، فعند الرياضة يبي يسيطر عليها بعد، فلذلك راح يسيطر على أكثر من أمر. طبعا ما استحالة يقدر يسيطر على مؤسسات الدولة، ولكن قد يكون عنده طموح. زين، فالصوت الواحد يبي يفكك الوضع الرياضي للسيطرة، يعني التحليل. أظل وأقول أستثني الشرفاء والمصلحين اللي ودهم أنه يرفرف علم الكويتي، يتمنون مشاركة الكويت واستضافة البطولات والمنافسة. لكن صوت الواحد مجرد، أنا بالنسبة لي لن يعدل الأمور، إنما الأمور راح تصير أسوأ من الوضع الحالي. نتمنى ترتقي الأمور الرياضية، يعني دائما تشوف ارتقاء الدول، وخاصة نشوف المصنعة في الرياضة. شوف أفضل الرياضات في العالم، الصين، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، وهي كلها دول مصنعة. فالرياضة شيء أساسي، ما هي كماليات.